بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت مباراة القمة بين النادي الأهلي والنادي الزمالك، وعايز أقول للمستشار مرتضى منصور، وعايز أقول لأسامة حسن لاعب نادي الزمالك السابق، عايز أقول لهم ده الأهلي اللي أنت شفتوه النهاردة، ده كولر اللي لعب عليكم مباراة كبيرة جدا جدا النهاردة. عايز أقول للمستشار مرتضى منصور، وعايز اقول لجمال عبد الحميد، وعايز اقول لكريم ومنتصر وعبد الشافي والناس اللي بتيجي في قناة الزمالك، ركزوا في الحديث عن الكورة، وركزوا مع لاعبتكم، وركزوا مع ناديكوا، لان اللي انتوا بتعملوه ده الناتج بتاعه سلبي جدا جدا على النادي. تهديدات أسامة حسن وتهديدات مرتضى منصور والكلام، وجمال عبد الحميد وتخبيط والتخبط اللي بيعمله جمال عبد الحميد، والأحاديث الخايبة والتافهة اللي بيتكلم فيها، اللي بتثبت كل يوم ان هو ما لعبش على المستطيل الأخضر كرة قدم. النهارده الناتج بتاع النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي وكولر والتكتيك والاداء العظيم لكل الفرقه، كل الفرقه بلا استثناء. عنوان الماتش النهارده حمدي فتحي والثلاث اهداف، مفيش كلام. النهارده لازم، يا ريت الفيديو ده قناة نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك يسمعوه. ايه النتيجة؟ يعني ايه النتيجة اللي انتوا يعني ايه النجاح في اللي انتوا بتقولوه؟ ايه الكذب وايه الغش بيوصل لايه؟ كل النتائج اللي انتوا وصلتوا لها النهارده دي، وصلتوا لها نتيجة خيبة الأمل، ونتيجة الأحاديث الغير كروية، ونتيجة الكذب والتدليل. يعني واحد أول امبارح بتفرج عليه في قناة الزمالك بيقول دي مش مباراة قمة، مباراة القمة بين المركز الأول والمركز الثاني. هو طبعا كان بيراميدز في المركز الثاني، لكن النادي الأهلي كان في المركز الثالث، فما تتحسبش مباراة قمة. النهار هي فعلا ما تتحسبش مباراة قمة، لأن القمة كانت من طرف واحد هو النادي الأهلي. شفتوا جماهير النادي الأهلي كانت بتشجع ازاي النهارده؟ شفتوها كانت بتشجع ازاي؟ شفت الأداء والقتال على الكورة. عايز أقول حاجة مهمة جدا، ولأول مرة في حياتي أتكلم في الموضوع ده، ولأول مرة أطلع كلام زي ده، ولكن أنا عارف. يعني ركزوا في زيزو وإمام عاشور، مش أحمد فتوح. أنا بتكلمش عن أحمد، سيبك من أحمد فتوح. أحمد فتوح ما بيشربش مية بيضة حتى. ركزوا في زيزو وإمام عاشور وشيكابالا في أدائهم السنة اللي فاتت وما قبل السنة اللي فاتت، وركزوا في أدائهم السنة دي لما ذكروا كلمة المنشطات، لما بدأوا يدوروا المنظمة الدولية للمنشطات بدأت تدور على المنشطات. ركزوا شوفوا أداء زيزو عامل إزاي، شوفوا أداء شيكابالا عامل إزاي، شوفوا إمام عاشور عامل إزاي. زيزو ما عادش قادر يمشي في الملعب. زيزو بص، أنا كنت بأكد السنة اللي فاتت إن زيزو وإمام عاشور وشيكابالا كانوا بياخدوا منشط. شوف زيزو لما كان بيجيب جون بيعمل كده. ركزوا معايا صدقوني، انا اول مره في حياتي اقول الكلام ده وانا متاكد منه. عارفين لو ما فيش سيره كلمه منشطات السنه دي في الدوري العام، او ان ممكن في اي وقت يتاخد عينه تحليل للمنشطات، هتشوفوهم عاملين ازاي رهوان في الملعب. تفتكروا مباراة الكاس لما لعبوا الكرة قبل نص الملعب بتاع نادي الزمالك، وفجأة لقيناها في منطقة جزاء النادي الأهلي بيلعب الكرة بدماغه؟ مفيش لعيب طبيعي يجي من قبل نص الملعب ورامي الكرة قدام الناحية اليمين على يمينه يعني، وبعدين فجأة يجري عشان يسجل هدف. ركزوا عندما تذكر كلمة منشطات لا تجد لاعب في النادي الزمالك يأدي، وخصوصا الثلاثة اللي كانوا يأدوا، اللي هو شيكابالا وزيزو وإمام عاشور. ده الناتج بتاعكم، ودي الأسلوب بتاعكم، وأنا متأكد إن ربنا بإذن الله هيفضل ناصف النادي الأهلي، والنادي الأهلي هينتصر، والنادي الأهلي هيقابلكم كتير قوي، والنادي الأهلي فعلا كعبه عليكم. يا أسامة يا حسن يا فاشل، يا أسامة يا حسن يا فاشل، يا أسامة يا حسن يا فاشل. إنسان فاشل، أنت إنسان فاشل. مبروك للنادي الأهلي الفوز، مبروك وشكرا.